هلو هلو، معاكم مريم نبيل. حياتنا عاملة زي البازل، بنحتاج نجمعها عشان نشوف الصورة أوضح. الصورة الحلوة بتشد أي حد، بس ممكن وأنت بتجمع البازل تشوف تفاصيل تانية في الصورة دي. ده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة مع رانيا. ازيك يا رانيا، عاملة ايه؟ الحمد ايه لله، كله الأخبار؟ كويس الحمد لله. قوليلي ايه رأيك في فكرة إنه ساعات بننزل صور حلوة قوي على السوشيال ميديا وبيبقى وراها تجربة صعبة. قوليلي امتى عملتي ده؟ هو في معظم الأوقات لما باجي أفكر أنزل حاجة كده بقعد أفكر إن أنا أنزل الحاجات الحلوة بس ما أنزلش الحاجات الوحشة. بحس إن دي حاجة كويسة ليا، بتخليني أفتكر إن الوقت اللي أنا صورت فيه الحاجة إن دي حاجة تبقى كويسة. ميموريز يعني. بحس إن أنا بتبسط يعني، حتى لو أنا مثلا في الوقت ده مش كويسة أو بمر بحاجة معينة أو تعبانة من حاجة معينة. بحس إن أنا لأ، أنا مبسوطة أكتر لما بنزل الحاجة الحلوة. بحس إن لأ، يعني دي حاجة بسطاني. طب ده يعني بيأثر فيكي ازاي؟ بيخلّيني على الأقل إن أنا أفتكر الوقت ده، وأفتكر أنا كنت مبسوطة في الوقت اللي كنت باصوّر فيه، فدي حاجة بتدّيني يعني positive energy كويسة يعني. اوكي، طب في مرة مثلا نزلتي صورة أو فيديو أو حاجة ستوريز سوشيال ميديا وإن الوقت ده حلو والوقت ده كان بالنسبة لِك أنتِ صعب؟ كتير أوي. وإيه لمّا كان بييجي لِك كومنتات مثلًا أو كانت الناس بتحسدِك على اللي أنتِ فيه كنتِ بتحسي بإيه؟ هو كان باشوف في مثلًا comments بتبقى اللي هي كويسة، اللي هو مثلًا أنا أنزّل مثلًا حاجة طيب اللي هو إيه ده، الله! الحاجة دي مثلًا كويسة، فباحس إن أنا اتبسطت. في مثلًا حاجات إمم. تانية طب اللي هو أنتِ مش كنتِ لسه تعبانة، وأنتِ مش كنتِ آه مثلًا كده، بالضبط. طب أنتِ لحقتِ، طب فاللي هو في حاجات يعني بتضايقني، في حاجات اللي هي بتبسطني، بس اللي هو باحاول أبُص للجانب اللي هو لأ، أنا منزّلاها علشان لأ، الحاجة دي تبسطني أكتر، والناس اللي هو طب إيه ده كويس، طب أنتِ بقيتِ إمم. أحسن، طب أنتِ مش عارف إيه، كده الكلام ده. طب أنتِ بتسمعي الكومنتات اللي هي العكس دي، بتبقي مثلًا عايزة تنزّلي تقولي لهم لأ يا جماعة ما أنا تعبانة، أنا عندي مشكلة، لأ هو مش كل حاجة حلوة. أوقات كتير أوي. في الأول ما أوكي. كنتش باعمل كده، في الأول ما كنتش بانزّل أي حاجة وحشة أو حاجة بتحصل لي مثلًا أقول لأ خلاص أنا مش حابة أعرف حد حاجة زي كده. إمم. بس مؤخرًا بقيت بانزّلها، بس مش بانزّلها برضه بطريقة اللي هو يا جماعة أنا تعبانة، لأ بانزّلها بطريقة تانية، اللي هو عادي كstories يعني، مش اللي هو باقعد أنزّل مثلًا حاجات كتير كل شوية اللي هو أنا تعبانة، أنا تعبانة، لأ مش حاجة يعني اللي هي بس الناس بتشاركي تشوفها. الناس الاتنين زي ما بتشاركيهم الحلو بتشاركيهم الوحش؟ مؤخرًا بقيت باعمل كده. ليه مؤخرًا، ليه الأول ما كنتيش بتعملي كده؟ عشان كنت حاسة إن مش لازم كل حاجة مثلًا أنا تعبانة بيها لازم الناس تعرفها، يعني كنت مش حاسة لمّا اتأثّرتِ بالكومنتات الوحشة حسّيتِ إن أنتِ عايزة تعملي كده؟ يعني لمّا لقيت إن في ناس لمّا أنا تعبت إن هو لأ، عرفت أصلًا من على السوشيال ميديا عشان حد نزّل لي، فأنا عملت اهم. repost للstories دي. فبعد كده حسيت إن إيه ده يا جماعة، طب لأ في ناس بتقول لي كلام حلو، أنا يعني كلام خلّاني أنا كويسة، كلام خلّاني أنا أحسن، فلأ أنا هانزّل علشان خاطر الناس تبدأ تقول لي كلام يبسطني. إمم. فابتديت أعمل كده بصراحة. وده فرق معاكِ؟ فرق معايا جدًا. و إمم. وفي حاجة تانية فرقت معايا، في حاجة تانية إن الناس لمّا تبقى عارفة مثلًا إن أنا تعبانة، هي أكيد هتيجي تزورني يعني هتهوّن عليَّ وتخفف عليَّ. بس لمّا تبقى مش عارفة فأنا هابقى لوحدي، فأنا باحس إن أنا لمّا أبقى لوحدي فأنا هابقى متضايقة أكتر، زعلانة أكتر. أوكي. فدي حاجة بصراحة حسيتها بقت أحسن. باسطاكِ يعني بتساعدِك صح؟ ساعدتني كتير. أوكي. إمتى حسّيتِ إن أنتِ مش عايزة تنزّلي حاجة على السوشيال ميديا بسبب الناس؟ كان في وقت معيّن كده حصلت لي case معيّنة خلّتني حاسة إن أنا عايزة آخُد break شوية، إن أنا ما إمم. انزّلش حاجة، إن أنا أفضل قاعدة كده شوية. يعني الموضوع كان مأثّر عليَّ من ناحية إن أنا لأ، أنا عايزة أفضل قاعدة لوحدي، إن أنا مش عايزة أنزّل حاجة، مش عايزة أشارك الناس بأي حاجة، علشان كنت حاسة إن أنا لو شاركت في الوقت ده هاشارك بحاجات سلبية، فأنا ما كنتش حاسة إن أنا عايزة أعمل كده. أوكي. آمم، ف فالمهم كنت حاسة إن أنا عايزة لأ، هابعد شوية، هافضل يعني ما انزّلش، ما اشاركش الناس. بعديها بعد ما حسيت إن أنا خلاص بقيت أحسن شوية، وإن أنا رجعت بقيت كويسة رجعت أنزل تاني ورجعت خلاص. حصلت لي حاجة تانية، حاجة هتدخّلني في مسؤولية بقى، إن أنا أبدأ أشيل مسؤولية، إن أنا إمم. في baby جاي في الطريق، فاللي هو أوكي. لأ. ابتديت اللي هو في الأول حسيت إن لأ، أنا كده الموضوع يعني هيخش يا إما يعني في حتتين، يا إما إن أنا خلاص أشوفه بطريقة كويسة، يا إما أشوفه بطريقة اللي هو خلاص أنا كل الحاجات اللي أنا كنت بافكّر فيها خلاص هتتأجّل.
فحسيت إن لأ، إن دي حاجة كويسة حصلت لي، إن خلاص إن كده ربنا يعني بيقول لي أنا جايب لِك حاجة حلوة، اللي هو أخدي مقابل بالِك اللي أنتِ إمم، عدّيتِ بيه أو كده. فاللي هو ابتديت أبُص لها من كده، حسيت إن أنا أحسن لمّا أنا فكّرت بطريقة إيجابية، بإن أنا لأ، أنا فعلًا داخلة على حاجة كويسة، مسؤولية، بس أولوياتي هتتغيّر لحاجات تانية بقى خلاص غير اللي إمم، أنا كنت بافكّر فيها. بس لمّا فكّرت فعلًا هي لأ، هو لازم أولوياتي تتغيّر لحاجات كويسة، عشان يعني أنا حابة إن أنا أولوياتي تروح للاتجاه ده، تكوني خلاص. مركّزة في إن المسؤولية بالضبط، أكتر والحاجات اللي بالضبط إن أنا هتفيدِك أنتِ، خلاص هو يعني هي دي سُنّة الحياة في الأول وفي الآخر، إن آه، أنا خلاص أنا لازم أفكّر لقدّام. هي مش كل يعني مش كل الدنيا خروج وصور زي ما في حاجات ترفيهية، بس في حاجات تانية بتبسطِك بإن أنتِ تبني حاجة. إمم، أنتِ خلاص أنتِ دلوقتي هتبني عيلة، هتبني مثلًا بيت، هتبني شخص كمان يعني، بالضبط. آه، فحسيت إن لأ، دي حاجة مخلّياني من جوّه أنا عاملة حاجة. إمم، اللي هو أنا مش بس اللي هو بانزل وباخرج وبالبس، لأ، أنا عاملة حاجة، أنا عاملة حاجة كبيرة، اللي هو خلاص أنا في دلوقتي حد جاي هيعتمد عليَّ اعتماد كلّي، أنا لازم إمم، أعمل له كل حاجة بطريقة كويسة. فاللي هو ما ينفعش إن أنا أقصّر مثلًا اللي هو ولا حتى 1% من ناحيته، علشان خاطر أنا من نَفْسي مش هاحس إن أنا مبسوطة. هو أي تأثير كمان هيأثّر فيه حتى لمّا يكبر كمان، بالضبط. فدي حاجة من الحاجات اللي هي لأ، حسّستني إن ربنا بيكافئني على الوقت اللي أنا عدّيت بيه. ما كنتيش فيه كويسة. بالضبط. تقولي إيه للناس اللي بتحكم على الشخص من الصور بتاعته؟ مش صح خالص، مش صح إن أنا أحكُم على حد من صورة أو حتى من فيديو أو من أي حاجة ممكن أشوفها. ممكن أصلًا الحاجة دي تكون قديمة، ممكن ما تكونش في نفس الوقت، ممكن يكون بينزّلها عشان هو نَفْسه يحس بحاجة معيّنة أو بيفتكر حاجة معيّنة. ممكن يكون حتى لو بيتصوّر في نفس الوقت ده، بس هو عايز يوصّل اللي هو أنا أهو كويس. يعني أنا كويس، ممكن أبقى من برّه كويس، بس أنا من جوّه مش كويس. يعني أنا أوقات كتير أوي بابقى من جوّه مش كويسة، بس أنا لو لبست ونزلت وخرجت واتصوّرت، أنا هاحس إن أنا بقيت أحسن. فأنتِ أنا هاحس بتنزّلي إن في الوقت ده أنا عشان تحسّي بالضبط. بس أنا كويسة. أنا مثلًا لمّا هاجي في الوقت ده، أنا كنت متضايقة في الوقت ده، بس كنت باحاول إن أنا أبقى أحسن. إمم، فدي حاجة يعني ما أحبّش إن حد يحكُم على حد من الصور. أوقات كتير أوي ناس كتير أوي ما كانتش كويسة، وكانت بتنزّل stories وكانت اللي هي خلاص أنا إن شاء الله هابقى أحسن، أنا إن شاء إمم. الله هابقى كويسة. ف فلأ، دي مش حاجة صح خالص. يعني أنا عايزة أشكرِك، ميرسي، العفو على إيه؟ ومبسوطة إن أنتِ كنتِ معايا، وأنا أكتر ميرسي، بصراحة. شكرًا. العفو على إيه؟ الصورة الحلوة اللي إحنا بنشوفها مش هي بس كل الحقيقة، ممكن يكون وراها تجربة، ده اللي النهارده حاولنا نوصّله في puzzle.